أدى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر صلاة الجمعة في جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني وسط بغداد. وشارك الصدر في صلاة الجمعة الموحدة تعبيرا عن وحدة الصف السني الشيعي في العراق. ووصل الصدر إلى جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد بعدما زار كنيسة سيدة النجاة في حي الكرادة في بغداد لتأكيد العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في بلاد الرافدين. جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني كان على موعد مع صلاة موحدة، فالزيارة التي قام بها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر كانت مناسبة لأداء صلاة مشتركة دعا من خلالها إمام وخطيب الجامع التظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات إلى الابتعاد عن الشعارات الطائفية والالتزام بسلمية التظاهر. والعصر إن الإنسان الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر. بل نريد أن نثبت أن هذا العراق واحد بسنته وشيعته بعربه وكرده، وأثبت للجميع أن الصف العراقي واحد وأنكم على قدر المسؤولية، وأنا بالخصوص متعاطف مع الشعوب ومتعاطف مع مطالبها، لكن حافظوا على وحدة العراق ولا تسعوا إلى تقسيم العراق، وكما قال الشيخ فإن الجميع يسعى إلى وحدة هذا العراق. وجزاكم الله خير جزاء المحسنين، وأثبتوا للجميع وحدة الصف، وجزاكم الله خير جزاء المحسنين. عليكم ألا ترفعوا شعارات طائفية، من رفع شعارا طائفيا فليقمع وليحاسب وليؤدب، واسمعوا إلى المراجع وإلى العلماء وإلى أهل الاعتدال والوسطية. الزيارة أشاعت جوا من الود بين المصلين، فالبعض رأى فيها محاولة لوأد نار الفتنة الطائفية. بارك الله بجهود السيد مقتدى الصدر، وبارك الله بجهود كل من يسعى مسعى السيد مقتدى الصدر. كلمته وفعله سوف يؤدي إلى إن شاء الله جمع العراقيين ووعد الفتنة في مكانه. وقبل وصوله إلى جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني قام زعيم التيار الصدري بزيارة سريعة إلى كنيسة سيدة النجاة، ويبدو أنها كانت مناسبة لإعلان تضامنه مع مطالب المتظاهرين في الأنبار سوى ما يتعلق بموضوع المساءلة والعدالة. نتعلم درس كبير من هذه الكنيسة ومن إخواننا المسيحيين في العراق، وهو المثابرة والصبر والعزيمة على رجوعهم إلى السلام مرة أخرى وإلى الاستمرار في الحياة. فالاستمرار في الحياة يعني هي مجابهة الإرهابيين ومجابهة القتلة الذين يريدون تفتيت العراق وتفتيت الأديان. نحن متعاطفون مع المظاهرات، أنا دائما متعاطف مع الشعوب، ومطالب التي تطرح في المظاهرات أغلبيتها حقه. لنا عليها تعليق فقط على اجتثاث البعث وما شابه ذلك، واجتثاث البعث لا بد من أن لا يحكم العراق مرة أخرى، لكن كل المطالب الأخرى حقه ولا بد من السماع ولا بد من الحوار معهم. وأنا سأرسل لهم وفدا للاطلاع على أوضاعهم ولنقل مطالبهم إلى الحكومة قدر الإمكان. وبحسب مراقبين فإن التظاهرات ستدخل في مرحلة جديدة مع إعلان التيار الصدري تأييده لها، سيما وأن التوقعات كانت تشير إلى اتساع رقعتها أكثر مع انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية. علي جواد، أسوأ مريم.